وبطلوا كدب شجره، بطلوا كدب. احنا في رمضان، في رمضان بتكذبوا، بره رمضان بتكذبوا. المهم يعني يكون جمال مرتاح يعني بالتوزيع، بيوزع لكم الورق بعديه على طول قولوا اداري الجيش. يا جماعه انا بحب امام عاشور قوي والله العظيم، بعشقه، بموت فيه، بموت في زملكاويته. راجل زملكاوي اصيل، راح خلص عليك ولا في مبادئ ولا قيم. اللي عندكم اعملوه. مره يسد لكم ودنه، مره يتخانق معاكم في التمرين، مره يتخانق مع اللعيبه، مره يتخانق مع المدرب، واخرها الجمهور. تاني مره يعملها مع الجمهور. ايه اسس تاني مره يعملها مع الجمهور. زملكاوي اصيل مش مرتاح في المكان اللي هو فيه. راح يقول لك ايه ده؟ قال لي اداري الجيش برضه. معقوله اداري الجيش يا عم؟ ماشي اداري الجيش. في نادي كبير يقول الواحد بيكون نص وص مش وص الكلام ده كله. فين الثبات الانفعالي؟ وفين النادي الكبير اللي هو بيمثله؟ فين القيم والمبادئ اللي هي ماتت واتدفنت في وجود امام عاشور؟ للاسف الاعلام عندنا حتى في رمضان بيودوك في حته ثانيه خالص، كدابين. امام عاشور كان بيعمل كده لجمهور النادي الاهلي ومحدش يقدر يفتح بقه معاه، لان المبادئ والقيم امام عاشور دخل عشان يموتها ويدفنها معاه، وده حصل بالفعل. فكل جمهور النادي الاهلي